السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع خطير وكان لازم أتكلم فيه لأن فيه مغالطات كتير. السعار السعار بينتقل عن طريق الخربشة من حيوان مسعور، مش العض بس. حتى لو الجرح ما جابش دم، فرصة انتقال المرض موجودة لأن الفيروس بينتقل عن طريق النهايات العصبية في الجلد مش بالدم. الحيوان المسعور ممكن يكون حامل للفيروس ولسه ما ظهرش عليه كل الأعراض، يعني ما نقدرش نثبت أو ننفي إن الحيوان ده مسعور من شكله بس وسلوكه. لو العضة شديدة أو ناحية الوش والرقبة لازم يتاخد المصل وكمان أجسام مضادة مع التطعيم. ممنوع خياطة الجروح نهائيا، ولو في الوجه بنحقن الأجسام المضادة في الجرح نفسه. فترة الحضانة أحيانا بتاخد شهور حسب عمق الإصابة ومكانها وكمية الفيروس كمان. لو الحيوان عاش بعد العضة وما ماتش وعدى وقت يبقى الحيوان مش مسعور. مفيش هزار، لو الحيوان مسعور واللي اتعض ما خدش التطعيم هيموت بنسبة 100%. التطعيم مجانا موجود في مستشفيات الحميات وكل المستشفيات وزارة الصحة. ما تهملوش، مجرد خدش من أي قطة أو كلب في الشارع أو حيوان من اللي ممكن يحملوا مرض السعار لازم نروح ناخد المصل. دمتم بخير وصحة، مع السلامة.